بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إخواني في الله، الآن أكثر من 130 شهيد والعدد قابل للزيادة، 700 أو أكثر من الجرحى، 1.5 مليون من المسلمين معرضون للموت في أي لحظة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أنا نظرت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه. أخي الطالب هذا هو الوضع في غزة الحبيبة، هذا هو نتاج الهمجية الصهيونية، بل هذا هو نتاج التكاثر والتواطؤ، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني، ها نحن نرى ما يحدث في أرض الرباط، وهناك دماء تهرق ورجال تقتل وأطفال تيتم ونساء تؤمن وشيوخ تهان وبيوت تهدم، فمن لهؤلاء إن لم نكن نحن، ومن يغيثهم إن لم نغيثهم نحن، ومن يقف بجوارهم إن لم نكن نحن. إخواننا الطلاب، ها نحن نخاطب نخوة من عنده نخوة، ومروءة من عنده مروءة، ورجولة من عنده رجولة. إلى هؤلاء نوجه هذا النداء: يا طلابنا سكت الله، يا طلابنا سكت الله، بعد ده كله هيحصل ايه؟ بعد ده كله هيحصل ايه؟ انتفضوا من أجل إخوانكم في غزة، انتفضوا من أجل إخوانكم في غزة، أغيثوا إخوانكم في غزة، أغيثوا إخوانكم في غزة، وإلا فماذا ستقولون لربكم غدا؟ نرانا وقد تحقق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. نرانا وقد قذف في قلوبنا الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. نرانا